تخيل إنك واقف على شط البحر بالليل. الدنيا ضلمة تماماً، مفيش غير صوت الموج وهو بيلمس الرملة. وفجأة مع كل موجة بتخبط المية تتحول للون أزرق متوهج، كأن السماء وقعت في البحر والنجوم بدأت تعوم بين الأمواج. المشهد ده مش خيال ومش جرافيك أفلام، ده حقيقي وبيحصل فعلاً. والظاهرة دي اسمها بحر النجوم. أنا آلاء، والنهاردة هنتكلم عن ظاهرة أنا بحبها جداً، ومتأكدة لو حد شافها أو هيشوفها هيحبها ويقول سبحان الخالق. هنبدأ على طول، بس ما تنساش الاشتراك ودعم القناة عشان يوصلك كل جديد. وخليني أبدأ وأقولك، السر ورا الجمال ده مش كهرباء ولا مواد كيماوية. السر الحقيقي كائنات حية دقيقة جداً اسمها الدينوفلاجينات. دي نوع من العوالق البحرية، صغيرة لدرجة إنك ما تشوفهاش بالعين، لكن لما تتجمع بالملايين تقدر تنور شاطئ كامل. الكائنات دي عندها قدرة مدهشة اسمها الضياء الحيوي. يعني إيه؟ يعني جسمها بيعمل تفاعل كيميائي يحول الطاقة لضوء بارد، من غير نار، من غير حرارة، من غير كهرباء، زي اليرعات المضيئة في الغابات، بس النسخة البحرية بتطلع لون أزرق قوي يخطف العين. طيب، ليه الكائنات دي بتنور أصلاً؟ مش للزينة ولا علشان المنظر، ده سلاح دفاع. العوالق دي بتنور لما تحس بأي حركة حواليها، موجة تخبط، سمكة تعدي، مركب تتحرك، أو حتى انتي ماشية على الشط. هي تفتكر إن فيه هجوم، فتطلع الوميض الأزرق ده علشان تخض المفترس، أو تلفت نظر كائن أكبر يهاجم اللي كان عايز ياكلها. يعني النور اللي مبهرك هو في الحقيقة صرخة استغاثة بلغة الضوء. ولو حابة تشوفي بحر النجوم بنفسك، الموضوع محتاج توقيت صح. أشهر مكان في العالم هو جزر المالديف، خصوصاً جزيرة فادو، وأحسن وقت من جون لأكتوبر. في كمان خليج موسكيتو في بورتوريكو، وده من أقوى الأماكن المضيئة في العالم. وحتى في مصر الظاهرة دي بتظهر أحياناً في دهب وشرم الشيخ في أواخر الصيف، بس لازم المية تكون هادية جداً علشان الوميض يبان. وفي سر مهم، أحسن وقت تشوف فيه بحر النجوم هو لما القمر يكون محاق، يعني السماء ضلمة تماماً ومفيش ضوء قمر يغطي على نور المية. ولو وقفتي في يوم على الشط ده، حركي المية بإيدك، امشي بسرعة، وهتشوفي آثار إيدك ورجلك سايبة وراها خيوط نور أزرق، كأنك بقيتي جزء من لوحة فنية بترسم نفسها في اللحظة دي. الطبيعة لسه مليانة أسرار، وبحر النجوم واحد من أجمل الأسرار دي. وتفكير بسيط إن الكوكب اللي إحنا عايشين عليه لسه فيه سحر أكتر مما نتخيل.